يعني ايه الار ال اس او رو ليفل سكيورتي جوه الباور بي اي؟ في الفيديو ده تعالى اقول لكم يعني في الباور بي اي ممكن يكون عندك نفس التقرير بس مش كل الناس لازم تشوف كل الداتا، وهنا بيجي دور حاجه اسمها الرو ليفل سكيورتي او الار ال اس. الفكره هنا انك بتحط قواعد ورولز كل يوزر بيأكسس على الباور بي اي يقدر يشوف ايه وما يشوفش ايه. مثال، عندك جدول مبيعات لكل الفروع، واحد في القاهرة وواحد في اسكندرية وواحد في أسوان. مدير المبيعات اللي في القاهرة لازم يشوف مبيعات القاهرة بس، مدير المبيعات في اسكندرية لازم يشوف المبيعات في اسكندرية بس، ومدير مبيعات أسوان لازم يشوف مبيعات أسوان بس. ما ينفعش أي يوزر من دول يشوف مبيعات التاني في نفس الريبورت او في نفس الباور بي اي داشبورد. وده بيجي لما بتيجي تعمل في الباور بي اي الرول وبتكتب الشرط والكونديشنز اللي بيخلي اليوزر الفلاني يشوف الداتا الفلانيه. زي مثال بسيط جدا، بتكتب في الداكس برانش ايكوال كايرو للشخص المبيعات بتاع كايرو، برانش ايكوال الكسندريا للشخص بتاع الكسندريا، وبرضه برانش ايكوال اسوان للشخص بتاع اسوان. وبعد كده بتبدا تربط الرول ديت باليوزر المناسب بتاعه، والسحر بيبدا من هنا. ان لما اليوزر يفتح الباور بي اي لو كان بتاع اسوان بيشوف مبيعات اسوان بس، وبيشوفش اي مبيعات لاي فرع تاني. يبقى انا استفدت من الار ال اس ايه؟ بدل ما اعمل تقارير مختلفه او نفس التقرير متكرر بس لكل فرع مبيعات بديله تقرير منفصل له، لا انا بعمل تقرير واحد وبدي الرول او الكونديشنز على كل يوزر مختلف، فاليوزر يخش يشوف مبيعاته بس. يبقى انت وفرت وقت ووفرت باور بي اي ريبورتس، وفي نفس الوقت حققت الخصوصية وحققت التنفيذ والاداء العالي جوه الباور بي اي او جوه الداشبورد بتاعتك. لو عجبك الفيديو دوت تابعني واشوفك الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.